وبركاته. أنا كنت عايز أقول باختصار الفرق بين العبقري وأي شخص عادي. الموضوع طلب مني أكتر من مرة، فأنا بعيده عشان برضه موضوع الانتقام، فإن شاء الله يبقى الموضوع شيق جميل. إن الفرق بين الإنسان العادي والعبقري يخترق حجاب المألوف، متغلب عن المخاوف، يخترق حجاب المألوف، بيقدر يخرج من أثر العادة اللي احنا بنشوفه حاجة عادية، هو بيقول لك ده أكيد في حاجة حصلت. فاكر؟ دي فيها تفسير تاني، في حاجة طالعة على الأرض، أكيد في حاجة اتدلقت من ورا، أكيد مش عارف الشجرة بتعمل كده تتدلق، الحكاية مش عارف إيه. بيقعد يفكر بطريقة غريبة، بيقدر يخرج من أثر العادة ويقدر يفكر في حاجات في العادة، يعني غير الإنسان الأوردري. الأوردري العادي بيقدر يخرج حجاب أي مألوف. أنا عايز أقول برضه إن دي سببها صفة خلقية في البني آدمين دول. هذه الصفة بتبقى إيه بقى؟ الشخص العادي عايش جواه غواشي والغرق بتاع الحياة العادية، الأكل والشرب ومشتهيات النفس، حب الفلوس، حب السلطة، حب الشهرة. كل دي أنواع من الغرق اللي بيتكلم بيش عنه، مش قادر يطلع ويفكر بخيال مجنح، لأنه متاخد في أنواع العلاقات المألوفة والاستعباد المستمر بتاع العادات المألوفة. مش قادر يفكر بطريقة متحررة لأنه ما قدرش يخرج من الحاجات دي. إنما شرط العبقرية بقى إن العبقري يقدر يخرج من الحتة دي، يقدر يخرج من المحدودات المألوفة، من حكاية ضغط الأكل والشرب والمشتهيات النفس كل الناس تجري وراها، حكاية حب الفلوس، جمع الفلوس، الشهرة، السمعة، السلطة، يقدر يخرج منه. وعشان كده عارفين بالله يقول لك أهم شرط في العارف خرق العوائد، العادات والعوائد. وصفة الإنسان أهم صفة فيه أن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره، لأن بالشرط ده يقدر يكسر الشنقة بتاعته. إيه الشنقة؟ الحياة الواقعية بالزوجة والغيرة اللي فيها، بالغواشي اللي فيها، حكاية الأكل والشرب والشهوات والأطماع والناس تخبط في بعض وده بيقتل في دولة. هي دي لازم تطلع من غيرها. دي أساس الإنسانية كلها، تقاوم ما تحب وتحمل ما تكره. بالشكل ده دي توصل مجرد لمحة، نظرة عامة وعامة. طبعا الكلمة بتزيدش في الموضوع دي كلها، وأنا شايف إن الحلقة المرة دي صعبة، لكن لو كانت ثمرة هذه الحلقة إن بعض من المشاهدين ولو 1 في 1000 يستفاد فضوله كده وينزل الشارع ويدور على الكتاب ويحب يتوسع ويقرأ أكثر في موضوع أينشتاين النسبية، لو حصل ده يبقى الحلقة أثمرت وجابت نتيجة. وإن شاء الله مع دكتور إسماعيل لو عرفت حل السكراب من تحت أو سكراب كله فيه. والسلام عليكم ورحمة الله.